الجلل يدعوكم ويفتح لكم نافذة لرؤية أعمال عظيمة وفريدة ورفيعة المستوى من الفن التشكيلي. تعالوا معنا نتجول في الجلل.
الدراما التمثيلية ديت اللي فعلا في أسطح الرخام صراع وأشكال بتكون هارموني، بيكون نفس القيم الموسيقية منقولة لأسطح الرخام بشكل فعلا يعني يدل على قوة ملاحظة كبيرة جدا عند الفنان محمد برطش، وبعدين تكنيك في تلقائية من أجمل ما يمكن، لأن التعبير الفني لما بيبقى فيه تكلف بتبقى فيه صنعة، والصنعة بتفسد الفن. التلقائية عند الفنان برطش واضحة جدا في استخدامه للألوان، في استخدامه باليتة ألوان حيوية جدا جدا مليئة بالبهجة وبريئة بالسطوع، تشكيلات الرخام. وهو الحقيقة يعني اتعرف على أنواع من الرخام مش بس موجودة في مصر، ولكنها موجودة في متاحف خارجية وموجودة في أوروبا وموجودة في، والرخام ده يعني قصة كبيرة 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 في ألوانه وخاماته وتعريجاته، وكأن الكرة الأرضية بتسجل تاريخها كله على أسطح الرخام. إن الرخام كما يراه الفنان محمد برطش يعد بمثابة قصة أوبرالية، وهو مشروع فني متكامل يخوض فيه للمرة الأولى بشكل دقيق. فهل من الممكن أن نلاحظ قصة أوبرالية على سطح قطعة من الرخام؟ وهل من الممكن أن نمعن النظر في تأثير الزمن على تشكيل خطوط الرخام كما يفعل في راحة اليد، بينما نتطلع لاستكشاف تصميمات جديدة؟ أم هل يمكننا أن نتخيل صورة لطائر عملاق بين خطوط الرخام، محاولا تجنب تيار الهواء القوي غير المرئي بالطبع، رغم أنه يترك أفكارا عارية تبحث عن الحرية؟ استخدامات الالوان هنا مرتبطه بقصه كل اوبرا، يعني في اوبرا بطبيعتها هي طبيعه سخنه، في اوبرا تانية طبيعتها هي بارده بالفعل، فالقصه بتاعت الاوبرا بتفرض الالوان كمان على اللوحه مش العكس. بالتالي ضروري القارئ ان هو او اللي بيشوف اللوحه انه يكون عارف قصه طبعا الاوبرا بتحكي عن ايه، لو بيتكلم على توسكا، بيتكلم على ترافياتا، عايده، وهكذا، بيعرف قصه الاوبرا، ومن هنا يمكن من خلال الالوان بيعرف درجه السخونه، درجه البروده. من ناحيه تانية دي بمثلها بيه كمان الرخام، الرخام كمان في درجات من السخونه، في درجات من البروده، وبالتالي انا بعتبر فكره المعرض هي نوع من التحدي، ازاي ان احنا ممكن نتخيل قصه على سطح رخام او على خطوط الرخام، ومنها نقدر نطلع قصه او نتخيل قصه قدامنا. ويبدو أن الفنان محمد برطش قد اختار الأوبرا فكرة للمعرض لافتنانه بتلك الملحمة للإبداع الكامل الجماعي الخلاق، فهو يعتقد بأن الأوبرا كما لدى كثيرين تحتوي على كل أشكال الفنون، وكما أن الفكرة تمثل للفنان تحديا كبيرا، وعليه أن يسقطه على مسطح العمل الفني ليحمل مضامينا إبداعية يشاد لها بالبنان وتلقى قبولا واستحسانا من المشاهد الذي يعد بمثابة الحكم على العمل الفني. إن إمعان النظر في أشكال وألوان الرخام اللانهائية من الأبيض والأخضر والأزرق والأسود ذات الدوامات كأنها رقصة الفالس في دوائر فريدة وجذابة. ويبدو أن ملمس الرخام قد دعا الفنان أو ناداه ليتفاعل معه
عندما يحنو عليه ليداعبه أو ليسرد معا قصصا من إبداعات الخالق، مثلما نتخيل أشكال النجوم بأطرافها الملساء في أنحاء السماوات لنقول سبحان الله. المعرض هنا يتميز ان هو جاذب للعين من اول ما تدخل فيه. لوحه لوحه، الجمال الطبيعي بتاع الكونتراست بتاعت الالوان او التمازج بتاع الالوان خطير. آه، لو رحنا احنا شفنا الالوان دي على الطبيعه في المحاجر بتاعتنا، هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى عمل مشابه ليها، ربنا عملها واحنا قلدناها. فمعرض محمد بيدي نفس الطابع ده، بس النقطه الاساسيه ان ده بيساعد ويروج مصر سياحيا، وبالتالي اقتصاديا، وبالتالي انتعاش للحركة الاقتصادية في مصر كلها، لأن ده جزء من الحركة للنهوض بمصر دلوقتي. ودي البركة في كل من يجيد عمله ويتقنه في الوقت ده، هو بيساعد مصر ان هي تبقى على وتيرة افضل واحسن. وقد أظهر الإنسان والفنان عبر التاريخ ومنذ العصور والحضارات القديمة وحتى الآن كل الاهتمام لوصف جمال الطبيعة من خلال توضيح التشابه الذي لاحظه بين شكل الأحجار والحصاة المستديرة، أو شكل رأس عجل أو فيل أو طائر أو أشجار، كما استعانوا بما تحدثه الطبيعة في الجبال والصخور ليصوروا على سطوحها نقوشا بارزة لوجوه ورموز وعقائد وثيقة الصلة بهذه الطبيعة. في الحقيقة كل لوحة كمان ليها نوع من الرمزية مختلف عن التاني. يعني في لوحة بالخطوط، يمكن هو ده الرمز أو السمة الرئيسية فيها. في لوحات تانية بنقول الفيجوراتيف أو الشخصية هنا لازم تظهر. لو أنا اتكلمت عن لوحة ليها علاقة بكارمن مثلا، دي أوبرا كارمن معروفة، لازم العنصرين مهمين جدا. اللون لازم يكون دموي لان القصه دمويه ونهايتها كانت دمويه، والفيجر الاساسي كانت كارمن اللي هي الشخصيه مع الثور، فكان لازم يظهر الثور مع الشخصيه الرئيسيه كنوع من الرمزيه. لكن كمان كارمن بتقول حاجه تانية، دي انسانه بتبحث عن الحريه، فلازم يكون في رمز تاني اللي هو له علاقه بالحريه. وانا بسمي الاوبرا دي يمكن على سبيل المثال هي كارمن كأنها فتاة بتبحث عن الحرية أو فتاة لا يملكها أحد. يمكن دي الرمز هنا دخل في المعنى اللي أنا بقصده. في بعض اللوحات التانية لازم يكون الرمز واضح وصريح، وهنا الفيجوراتيف أو الوجه بتاع الشخصية نفسها بيعكس ألوان ليها علاقة بالقصة بتاعت الأوبرا. ودايما في النهاية لازم أقول ان الرخام لازم يكون باين، الرخام اللي هو التكشر بتاع الرخام او الملمس بتاع الرخام لازم يكون باين حتى في الرمزيه نفسها. فاحيانا القصه بتعكس الرمزيه
كتير الحقيقه، يعني حر جدا في الجزئيه ديت. وبالتالي بربط كل معرض بعمله لازم له فكر وراه، ولازم اربط فكره المعرض بشيء تاني خالص. يعني المعرض السابق كان تدوين لشعر الشاعر الكبير بابلو نيرودي، شاعر تشيلي، وده يعني حصل على جائزه نوبل في الاداب. في الحقيقه هو الكاتب الوحيد او الشاعر الوحيد على مستوى العالم اللي كتب شعر في الاشياء. فانا حولت الشعر بتاعه للوحات. في المعرض ده حولت التكشر بتاع الرخام مع الاوبرا، وكل مره لازم اختار المكان له علاقه كمان بالموضوع. انا كهاوي ما بنتميش لاي مدرسه، انا بنتمي لنفسي. يعني الاحساس اللي انا بشعر بيه في وقت ما بنفعل مع الموضوع نفسه، لان لازم احضر الموضوع كتير جدا، لازم اكون قاري فيه كويس ومذاكره تمام. وبالتالي حتى استخدام الستايل او التكوين اللوني ده بتاعي، يعني مفيش مدرسه معينه انا بتبعها، لكن دايما في اساسيات. الاساسيات المفروض كل الفنان بيتبعها. وحتى انا بقول ان الانسان لما بينتقل من المرحله الكلاسيكيه، اي فنان في الدنيا لازم يبتدي الاول مرحله كلاسيكيه، وبعد كده يعمل اللون او الشكل اللي هو شايفه مناسب ليه هو. في الحقيقه انا مريت طبعا بالفتره السنين اللي فاتت بالمرحله الكلاسيكيه، كان لازم يبين كمان انه عنده تقنيه في الجزئيه ديت، وبعد كده بنحول للرمزيه، سواء كان فن معاصر، سواء كان مودرن، سواء كان ابستراكت، اي نوع من الفن. لكن انا بقول ان اي فنان لازم فعلا يمر بالمرحله الكلاسيكيه في الاول. لكن انا شخصيا ما بتبعش اي مدرسه فنيه، انا بقول هاوي وما زلت بقول هاوي، ودي يمكن بيزعل اصدقاء وناس كتير يعني فنانين كبار بعرفهم، بيقولوا لا يعني الشغل ده مش شغل حد هاوي. بس انا ما زلت بقول ان ده مش شغلتي الرئيسيه، لكن انا بعتبره نوع من الهوايه. لكن دايما الانسان بيهوى شيء وبيحبه كتير بياخده بمحمل الجد، وبالتالي الانسان ممكن يكون هاوي، لكن كمان اللي بيعمله كهوايه بياخذه مأخذ الجد. يعني يمكن بيحضرني دلوقتي قصتين لأوبرا، اتنين مشهورين. سالومي دي قصة مشهورة، وطبعا قصة ان هي تسببت في مقتل يوحنا المعمدان. ففي الحقيقة في اللوحة دي أخدت فيها الرمزية كتير، لأن وش سالومي ما ظهرتوش، أظهرت جزء منه. ولقيت سالومي لأن هي قدمت راس يوحنا المعمدان على صينية من الفضة. أنا حطيت الرمزية هنا إن هو ورد، لكن الورد طالع منه دم، والدم بيقع وبيغرقها هي شخصيا، لأن هي طبعا تسببت في مقدر يعني يوحنا المعمدان. في أوبرا عايدة مثلا الرمزية هنا اخترت خريطة مصر، كان بالنسبة لي هي خريطة مصر، هي دي أوبرا عايدة لأن هي دي مصر. الرمزية هنا كان راس حورس وسلويت لعايدة ناحية اليمين، وراس حورس تقريبا في النص، والسماء بتاعت مصر، ونهر النيل ماشي في النص، والصحراء الشرقية موجودة والصحراء الغربية موجودة، وراداميس حطيت سلويت صغير قوي تحت عايدة في قاع اللوحة نفسها زي ما احنا شايفين. دي يمكن في لوحات تانية زي الناي السحري. الناي السحري يمكن فيها فكر فلسفي عالي جدا، وملكة الليل في القصة هي دي الرمز أو هي دي الأساس في قصة الناي السحري. لكن كمان في تعبان، وأنا حطيت التعبان لون أخضر لأن ده بيمثل الشر، لأن في الأوبرا ديت هو صراع ما بين الخير والشر، ما بين ملكة الليل اللي هي الشر بتمثل الشر، وما بين بقية أبطال القصة اللي بيمثلوا الخير. وهنا كالتعبان خد لون أخضر، يعني حتى ممكن بنقول إن ممكن الشر إزاي يتحول للخير. يعني التعبان حتى اللون بتاعه أنا غيرت اللون بتاعه الرئيسي وحطيت لون أخضر، بحيث إن هو كمان بيمثل الخير، حتى الشر ممكن إن احنا نحوله إن هو يكون خير. الفنان محمد برطش تلك الأجساد الإنسانية التي تقترب إلى الواقعية الحسية، منبعها تجزيعات المادة التي تحوط بها الأوهام